اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من 7 رياضه على شاشه النيل الاخبار. اهلا بكم، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه الاعياد وبمناسبه شم النسيم. كل عام وحضراتكم بخير والاخوه المسيحيين بخير. هذا الاسبوع هو اسبوع الانجازات في الالعاب الفرديه وخاصه الاسكواش. نور الشربيني تتوج بلقب بطوله العالم للاسكواش بعد اعتلاها التصنيف العالمي للاسكواش والفوز في بطولة العالم للسكواش التي أقيمت في ماليزيا على حساب لورا ماسارو، إحدى أقوى بطولات أو أبطال العالم في السكواش. نور الشربيني تتوج بهذا اللقب الغالي، أصغر بطولة وأول مصرية تتوج بهذا اللقب الكبير. أيضا محمد الشرباجي فاز ببطولة الجونة للسكواش، هي إحدى البطولات العالمية في السكواش، والكثير من الإنجازات. زي ما عودنا حضراتكم معانا تقرير مجمع عن الإنجازات والألعاب الفردية، نبدأ بيه ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. لأول مرة في تاريخ بطولات العالم للسيدات توجت بطلتنا نور الشربيني ببطولة العالم للسكواش بعد الفوز على لاعبة انجلترا المصنفة الأولى عالميا وبطلة العالم لورا ماسارو بنتيجة 3-2 لتصبح أصغر لاعبة تحصل على اللقب في تاريخ اللعبة. كما حصد محمد الشرباجي المصنف أول عالم لقب بطولة الجونة الدولية للسكواش، إحدى أكبر البطولات العالمية هذا العام بعد الفوز على بطل العالم الفرنسي غوريغري غوتيه بنتيجة 3-2. وفي الكرة الطائرة فاز النادي الأهلي ببطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على نادي قرطاج التونسي بنتيجة 3-2. كما فاز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لكرة السلة بعد الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 64-58. في المقابل حصد نادي الزمالك كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 30-28. تزامنا فاز أيمن مظهر ببطولة كندا ماسترز لرفع الأثقال في وزن أكثر من 105 كيلو برفع مجموع 185 كيلو، ويحقق رقما شخصيا جديدا في النطر 107 كيلو ليتأهل إلى بطولة العالم المقامة في ألمانيا في شهر أغسطس القادم. على جانب آخر أسفرت قرعة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لكرة اليد عن وقوع مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات ألمانيا والسويد وبولندا وسلوفينيا والبرازيل. نور الشربيني كليوباترا الاسكواش كما وصفتها الصحف الإنجليزية والصحف العالمية، هي البطلة المصرية الوحيدة التي تتوج ببطولة العالم في الاسكواش. نور الشربيني معانا في ظهورها الأول بعد ما جت من ماليزيا. نور عبر السكايب من اسكندرية، هي اسكندرانية ولسه ما جاتش القاهرة. نور مبروك هذا التتويج الكبير. ميرسي، الله يبارك في حضرتك، شكرا. نور، احنا سعداء كلنا بوجودك معانا، ده اول ظهور ليكي على شاشة الفضائيات في 7 رياضة على شاشة النيل الاخبار في التلفزيون المصري، خاصة بعد ما جيتي من ماليزيا وتوجتي بهذه البطولة الغالية. اكيد، ميرسي جدا حضرتك، طبعا طلعتني. حضرتك كان نفسي طبعا اكون مع حضرتك هناك، بس معلش بقى انا اسفه. معلش، انت بتقضي الاعياد في اسكندريه وكل سنه وانت طيبه. نور، كلمينا عن البطوله. كنت متوقعه انك انت تتوجي بهذا اللقب الغالي، خاصه ان كان ليكي لقاء تلفزيوني قبل ما تروحي ماليزيا وقلتي نفسك تكوني رقم 1 في العالم في الاسكواش، والحمد لله ربنا حقق لك امنيتك. اكيد طبعا. انا ده طول عمري كنت نفسي ان انا اكسب بطوله العالم وابقى رقم 1 على العالم. وبطوله العالم ديت بالنسبه لنا بتبقى اكبر بطوله عندنا في السنه، والناس كلها واللعيبه كلها بتبقى جايه جاهزه وعايزه تكسب البطوله يعني. فانا طبعا ما كنتش متوقعه يعني ان انا هكسب البطوله، بس انا كنت رايحه وعارفه ان انا جاهزه، وكان نفسي طبعا ان انا اكسب يعني. نور، انت قابلتي لورا ماسارو في المباراة النهائية، ودي كانت من اقوى اللاعبات في الاسكواش، او هي من اقوى اللاعبات في الاسكواش على مستوى العالم، وهي تصنيفها الاول على مستوى العالم قبل ما تلعبك وقبل ما تخسر المباراة النهائية. قبل ما تقابلي لورا يعني المدرب بتاعك قال لك ايه، وانت كنت متوقعة ان انت تكسبيها؟ انا دايما بلعب مع لورا، لعبنا مع بعض كتير قوي، بس دايما بتبقى الماتشات بتاعتنا بتبقى جامدة وطويلة، فانا كنت عارفه ان انا عندي فرصه ان انا اكسب يعني. فكان دايما كان مدربي في اسكندريه هنا كلمني، وكان معانا مدرب المنتخب عمرو شبانه، فكل دول كانوا عاملين يكلموني ان انا اقدر اكسب وان عندي فرصه يعني ان انا اكسب البطوله. فكلامهم يعني هو اللي كان بيشجعني ان انا، او بيديني ثقه يعني ان انا اقدر اكسب. نور، انت كنت قلت ان مثلك الاعلى هو عمرو شبانه في الاسكواش، وهو دايما بيدعمك وهو دايما واقف وراكي في البطولات القويه والبطولات العالميه اللي انت بتخوضيها.
اه اكيد طبعا، لان عمرو شبانة بالنسبه لنا هو اسطوره الاسكواش المصري يعني، واحنا كلنا يعني بيبقى مبسوطين جدا ان هو معانا في البطولات وبيجي يساعدنا يعني. اعتقد ان هو احسن واحد ممكن نستفيد منه يعني، لان هو عدى بمواقف زي دي كتيره جدا يعني، واكتر حد يقدر يفيدنا في الحته دي. طيب نور، خلينا نرجع للمباراة النهائية. انت خسرتي اول شوطين وبعدين كسبتي اخر 3 اشواط على لورا ماسارو. هل بعد ما خسرتي اول شوط وتاني شوط قلتي ان اللقب هيذهب بعيدا عنك وهيروح للبطلة الانجليزية؟ طبعا، لان مش حاجه سهله خالص ان انا ابقى لورا رقم 1، فصعب جدا ان انا ارجع منها وانا خسرانه منها 2-0، فصعب. بس انا كنت عمرو شبانة كان لما معانا طلع وقعد يقول لي ان لسه بدري وان انا اقدر اكسب يعني، وان اقدر ارجع تاني للماتش وفي فرصه يعني. فقدرت يعني ان انا ارجع للخطه بتاعتي في الماتش، وهو كلامه شجعني يعني. وطبعا في الاول ما كنتش متوقعه خالص ان انا هرجع يعني، بس الحمد لله يعني ربنا وفقني وقدرت ان انا ارجع. طيب نور، عايز اسالك عن ابرز المباريات الصعبة اللي قابلتيها في البطولة. لا، هو بصراحة هي زي ما قلت لحضرتك هي بطولة العالم وأكبر بطولة، فأنا ماتشاتي من أول ماتش كانت بطولة صعبة جدا، وماتشاتي كلها صعبة من أول ماتش يعني. فكنت لازم أبقى رايحة جاهزة من أول ماتش، فأنا كنت بالنسبة لي كل الماتشات صعبة الحقيقة. طيب نور، دي مش أول بطولة تحققيها أو تحققي فيها رقم قياسي، حققتي أرقام قياسية كتير خاصة في بطولة تحت 17 سنة، وكنت أصغر بطولة تحققي اللقب تحت ناشئين، ولكن يعتبر هذا اللقب هو الأغلى والأفضل في مسيرتك. أكيد طبعا، لأن بطولة العالم دي أهم وأكبر بطولة عندنا في السنة. صحيح. فإحنا دي أكبر يعني بعد الناشئين والناشئات، دي في أكبر حاجة في السيدات. طبيعي ديت بتبقى الحاجة الوحيدة اللي أنا ببقى بتمناها يعني، إن أنا أكسب بطولة العالم يعني. فدي بالنسبة لي طبعا أحسن بطولة يعني. نور، بعد البطولة الصحف الإنجليزية وصفتك وقالت لك إن أنت كليوباترا الاسكواش، وأيضا الصحف العالمية الثانية وصفتك أوصاف كبيرة وقالت إن أنت صغيرة السن كبيرة الاسكواش. ده أكيد ده كلام يعني، ده شرف ليا يعني، أنا أبقى بسمع الكلام ده بيتقال عليا، دي حاجة طبعا بتبسطني جدا يعني. الحمد لله. نور، ابرز الداعمين ليكي في البطوله وقبل البطوله كان مين؟ سوري ايه؟ ابرز الداعمين ليكي قبل البطوله واثناء البطوله. يعني اهم حاجه اهلي يعني، هم سافروا مخصوص من اسكندريه لحد ماليزيا عشان يجوا معايا ويشجعوني يعني. فدول كانوا اكتر ناس يستحقوا يعني، او هم اكتر ناس وقفوا ورايا يعني. وطبعا مدربيني يعني، رشدي مبروك وكريم شهيب وليد مسلمي، دول كانوا اكتر 3 بيدعموني دايما يعني. طب الدعم اللي كان بيقدم ليكي من وزاره الشباب والرياضه او من نادي سبورتنج اللي انت بتلعبي له؟ يعني الوزير كلمني اول ما خلصت الماتش على طول، هو اول واحد كلمني الحقيقه يعني. الوزير دايما متابعنا وعلى طول المهندس خالد عبد العزيز. على طول يعني، هو اول واحد فعلا كلمني بعد الماتش، وهو على طول بيكلمنا ومتابعنا، وفعلا في كل بطوله هو بيبقى موجود يعني، وفعلا بيفرق معانا ان هو على طول بيبقى مهتم بينا يعني. ونادي سبورتنج طبعا يعني هو اهتمامه بيا بالفترة الأخيرة هو ده اللي وصلني يعني لأن أنا أوصل لرقم 1 يعني. حتى كلهم جم استقبلوني في المطار يعني. نور، احنا في مصر متفوقين في لعبة الاسكواش، عندنا نماذج كتير قوي في لعبة الاسكواش، وعندنا ابطال مصريين كتير في لعبة الاسكواش، ولكن اللعبة مش محظوظة ماديا زي ما عدد من اللاعبين قالوا. تتفقي مع الكلام ده ولا تختلفي؟ اتفق طبعا، بس احنا عشان احنا لعبه مش اولمبيه، فده اكتر حاجه مخليه اللعبه مش مشهوره قوي في مصر يعني. لكن احنا بانجازاتنا وبطولاتنا في الفتره الاخرانيه هي اللي خلت ان الناس تتابعنا اكتر وتعرف عنا اكتر. لكن احنا لو دخلنا اولمبيكس اعتقد الموضوع هيفرق معانا يعني. المهندس خالد عبد العزيز كان في مداخلة هاتفية معي يوم السبت الماضي بعد فوزك بلقب بطولة العالم، قال ان هو هيبذل محاولات وهيطرح مبادرة وهيطرح خطط جديدة وهيبحث وراها لجعل لعبة السكواش لعبة أولمبية في طوكيو 2020 بإذن الله. يا ريت احنا حتى نبقى معاه في اي حاجة هو عايزها مننا او يطلبها مننا، احنا نساعد يعني في اي حاجة ان احنا نقدر نخش سكواش في اولمبيكس يعني. نور، المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة قال ان هيتم تكريمك من الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا. هل وصلك اي معلومة بده؟ ما وصليش الحقيقة، بس انا ده طبعا نفسي اكيد يعني ان انا
ان انا اقابل الرئيس، يعني ده شرف ليا يعني، واتمنى ان ده يحصل يعني اكيد. اكيد يا نور، انت تستحقي بصراحه انك انت تكرمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا تستحقي كل هذا التتويج. ولكن انا مش عارف نور لسه معانا ولا ايه. كنت عايز اسال نور عن التجنيس. كان عرض عليك الجنسيه الامريكيه وانت رفضتيها. هو الحقيقه يعني ده في الاول، بس انا عمري ما كنت هرضى يعني. انا طول عمري عايشه في مصر وعمري يعني ما هسيب مصر ابدا يعني. يعني انت رفضتي الجنسيه الامريكيه، وهم عرضوا عليك اللي انا اعرفه مبلغ مالي كبير علشان تلعبي باسم امريكا. ده حقيقي، بس انا طبعا رفضت يعني. رفضك نابع منك انت ولا رفضك كان من اهلك قالوا لك لا ما ينفعش تتجنسي، او الاتحاد المصري للسكواش؟ لا، هو كان قراري يعني، انا اللي انا اخدته يعني. انا بحب مصر يعني، عمري ما اتخيل ان انا ابقى عايشه في حته ثانيه غير مصر، او العب باسم ثاني غير مصر. نور، زي ما بيقولوا الوصول للقمه سهل ولكن الحفاظ عليها صعب. خطواتك المستقبليه ايه؟ اكيد طبعا. انا الحمد لله يعني حاول ان انا افضل على نفس المستوى ده واكمل زي ما انا، ويعني انا متاكده يعني لو انا فضلت زي ما انا ممكن ان شاء الله افضل مستمره يعني على نفس المستوى. طيب نور، كان استقبالك استقبال كبير في مطار برج العرب وتم فتح صالة كبار الزوار لاستقبالك. أول ما شفتي الاستقبال الحافل ده قلتي إيه؟ أنا طبعا ما كنتش متوقعة كده خالص، أو مش متوقعة إن في ناس مستقبليني عشان أنا نازلة على مطار اسكندرية. فأنا ما كنتش متوقعة خالص إن هيبقى في ناس هناك، بس أنا فعلا كنت مفاجئة ومبسوطة جدا إن في ناس جت ووقفت واستقبلتني، وكلهم الرعاة بتوعي والنادي سبورتنج وبتوع المطار، كل رؤساء المطار. فانا طبعا كنت مبسوطه جدا بوجودهم يعني، وفعلا فرحوني يعني، وحسيت ان فعلا في ناس مقدره اللي انا بعمله. نور، انت ما شاء الله حصلتي على بطولات كتير الحمد لله. ايه البطوله اللي تمني تحصلي عليها؟ هو بعد بطولة العالم حاليا مش قادرة اقول لك يعني. انا كانت بالنسبة لي ده هدفي، ده اكبر بطولة نفسي ان انا اكسبها في حياتي يعني. ف مش عارفة، بس مثلا احنا عندنا بطولة الفرق ان شاء الله، بطولة العالم فرق بشهر 11، واحنا السنة اللي فاتت وصلنا ثالث، فنفسي ان شاء الله السنة دي نقدر ان احنا نكسبها. طب نور، ايه الدعم اللي انت عاوزاه من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للسكواش؟ يعني احنا بس محتاجين ان هم يفضلوا ورانا ويشجعونا، لان هو ده الوحيد الحاجة اللي احنا فضلنا يعني. احنا بنلعب كل ده في الاخر باسم مصر يعني وعشان مصر يعني، فاحنا نفسنا بس الناس تفضل ورانا وتشجعنا، وهم يعني بتاع الاتحاد والوزاره بيعملوا يعني كل حاجه، كل مجهود يقدروا يعملوه يعني، موفرين لنا كل حاجه يعني، بس هم طب انت يفضلوا حاسه ورانا. انت كلاعبة سكواش واول لاعبة سكواش في العالم، حاسه انك مصدومه في ايه في مصر؟ انا شايفه، انا حاليا ما اقدرش اقول لك اني مصدومه يعني، هبقى حرام يعني. ان الناس الحقيقه انا مفاجاه يعني كميه الناس اللي كلمتني وردود الفعل على كل السوشيال ميديا حقيقه فاجئني يعني، فما اقدرش يعني انكر كل ده يعني. ده بعد ما توجتي بلقب بطولة العالم، ولكن قبل كده كان الاهتمام الى حد ما اقل من الاهتمام الحالي. اكيد طبعا. هو الفكره ان هي بالظبط هو ده اللي انا قلته، ان هو عشان احنا ما كناش لعبه اولمبيكس، او الناس احنا ما كانتش تعرف حاجه عننا غير من يعني، عشان احنا بطولاتنا وانجازاتنا كترت، فعشان كده احنا الناس ابتدت تعرف عننا. لكن قبل كده احنا كنا بنروح ونسافر ونرجع ومفيش حد يعرف حاجه يعني. صحيح. نور، حابه تقولي ايه لاهلك اللي وقفوا وراكي وساندوكي؟ احب طبعا اشكرهم جدا جدا يعني، ان هم معايا لحد دلوقتي وبيشجعوني وبيدعموني فعلا من وانا عندي 6 سنين لحد دلوقتي يعني. انا من غيرهم انا ما كنتش هقدر اوصل لحد هنا يعني، فاحب اشكرهم جدا يعني. ليه مدربينك؟ مدربيني انا فعلا من غيرهم احنا كلنا فريق واحد يعني. انا مدربيني بقى بالنسبه لي زي عيله واحده يعني، مش مجرد مدرب للعيب يعني. انا بقعد معاهم اكتر ما بقعد في البيت يعني، فدعمهم وتشجيعهم وكل اللي هو بيديهم لي ده بالنسبه لي كل حاجه يعني. المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، احب اشكره جدا 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 ان هو على طول ورانا وعلى طول بيكلمنا وبيتابعنا ويا رب يعني ان احنا فعلا محظوظين ان هو موجود معانا، ويا رب يفضل موجود معانا على طول يعني. طيب تحب تقولي ايه للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اقول له يعني خليه برضه معانا، خلي بالك على مصر بس.
انا سالتك السؤال ده لان السنه دي هو عام الشباب زي ما اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتم ما شاء الله كشباب بتحققوا انجازات كتير قوي، بتحققوا بطولات في الالعاب الفرديه، فعشان كده انا سالتك السؤال ده. لا يعني انا بس فعلا احنا بنقدم لمصر اقل حاجه نقدر نقدمها له. احنا بنلعب رياضه، احنا مفيش حاجه نقدر نقدمها اكتر، احنا نرفع اسم مصر بره، فاحنا ده اللي احنا نقدر نقدمه له. بس احنا نفسنا ان هو، انا كنور يعني انا احب ان هو يفضل موجود معانا ويخلي باله علينا ويفضل معانا يعني. اخيرا علشان ما اطولش عليكي، نادي سبورتنج ونادي سموحه ايضا والمهندس فرج عامر قال احنا نقدم لنور كل الدعم اللي هي عاوزاه علشان تحافظ على هذا اللقب الغالي وتنافس وتمثل مصر بشرف في البطولات العالميه. انا برضو نادي سموحه وحسام فرج يعني ما يكلش يعني، هو شارك معايا في كل مجهوداتي وكل من وانا صغيره جدا وهو معايا في كل بطولاتي وكل حاجه، ما اقدرش انكر جميله وتعبه معايا طبعا. يعني انا حتى لو انا مش في نادي سموحه دلوقتي، بس هو معايا من وانا عندي 6 سنين لحد السنه اللي فاتت، فانا ومجهوده معايا ما اقدرش انسيه، ولما هاجي احتفل بالبطوله دي لازم يبقى هو موجود معايا يعني. تمام. نور، انت واضح ان انت قاعده على البحر في اسكندريه. انا في الساحل الحقيقه. في الساحل. كل سنه وانت طيبه بمناسبه شم النسيم، ده اول لقاء ليكي بعد تتويجك ببطوله العالم للسكواش على شاشه النيل الاخبار. انا بشكرك شكرا كبير وشكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي اختصيتينا بيه في اول ظهور اعلامي ليكي. شكرا يا نور. ميرسي جدا، شكرا. وان شاء الله تمثلينا في بطولات افضل وافضل وتحقق لنا الميداليات الذهبيه في البطولات المقبله باذن الله. نور الشربيني بطله العالم وكليوباترا للسكواش، انا بشكرها شكرا جزيلا. كانت معنا عبر سكايب من الساحل الشمالي بالاسكندريه، اتكلمت معانا عن البطوله اللي هي حضرتها واتكلمت معانا عن الدعم المطلوب ليها وابرز اللي وقفوا وراها حتى تحقق اللقب العالمي سيدة السكواش الأولى على مستوى العالم. نور الشربيني كانت معانا. في ناس كتير أوي ما تعرفش نور الشربيني قبل هذا التتويج. معانا نقاط عن نور الشربيني نستعرضها ونرجع مع حضراتكم مرة تانية.
اهلا بحضراتكم من جديد. ماذا يحدث في اتحاد الكرة المصري؟ حالة من الارتباك، حالة من التخبط بعد حكم او بعد تأجيل الرد على الاستشكال الذي قدمه اتحاد الكرة على حكم حله، وتم التأجيل الى يوم الاحد المقبل. ووصل خطاب من الفيفا يهدد بتجميد النشاط الرياضي في اتحاد الكرة في حال حل مجلس إدارة الاتحاد. المهندس خالد عبد العزيز قال أنه يبحث كل الحلول الممكنة لتفادي خطر تجميد الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد قالوا أنهم سيتقدموا باستقالتهم جميعا فور رفض الاستشكال المنظر في محكمة القضاء الإداري يوم الأحد المقبل. ماذا سيحدث في اتحاد الكرة، ومن سيدير اتحاد الكرة في حال حله، وهل سيتجمد الرياضة المصرية؟ ده اللي هنعرفه مع المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد هذا الفصل. هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم بتجميد النشاط الكروي في مصر في حال تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الإدارة وما ترتب عليها من آثار، وبالتالي استبعاد المجلس الحالي برئاسة جمال علام باعتبار أن ذلك يعد تدخلا حكوميا في الشؤون الداخلية لاتحاد الكرة. وتلقى الاتحاد المصري خطابا رسميا من نظير فيفا يهدد فيه بشكل صريح بتجميد النشاط، إذ حذر الفيفا رسميا من التدخل في عمل الاتحاد المحلي عبر تنفيذ حكم المحكمة الدستورية. واعتبر الفيفا أن القرار لو طبق سيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للاتحاد المصري، وسيتم تقديم القضية إلى أعلى السلطات في فيفا للنظر في العقوبة والتي تشتمل على إيقاف الاتحاد المصري. كان الاتحاد المصري قد أرسل خطابا للفيفا قد جاء فيه أن بعض الأشخاص لجأوا للمحاكم العادية بالمخالفة للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، وصدر الحكم ببطلان الانتخابات، وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف ضد الحكم الصادر. وما زال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يمارس مهام عمله ويتخذ قراراته باستقلالية تامة حتى الآن. وعقب إرسال هذا الخطاب جاء رد الاتحاد الدولي بعدها ب48 ساعة، وحمل نص الخطاب أنه طبقا للمادة 13 و17 من لائحة النظام الأساسي للفيفا، فإن كل الاتحادات الوطنية يجب أن تقوم بإدارة شؤونها باستقلالية تامة وبدون تدخل من طرف ثالث. من جانبه طلب الاتحاد المصري كافة الأطراف المعنية بعدم موضوع حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لحين الفصل فيه حفاظا على مسيرة المنتخبات الوطنية والأندية المصرية المشاركة في أنشطة الاتحادين الإفريقي والدولي. اهلا بحضراتكم من جديد. اسئله كثيره تطرح على اتحاد الكره المصري والاستشكال الذي سينظر امام محكمه القضاء الاداري يوم الاحد المقبل. ماذا سيحدث؟ معي المهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. مساء الخير يا باشمهندس. محمد وسعيد اكون معاك، كل سنه طيبين، والامه الاسلاميه والعربيه والقبطيه بخير وسعاده. كنا منتظرين حضرتك من الساعه 7 ولكن شم النسيم حضرتك كنت بتقضيه مع الاسره بقى. معلش انا اسف والله، كان حريص اني اجي النهارده رغم الاجازه، لان كل سنه وحضرتك طيب. وبهنيك على البروم والتقديم المقدمه، يعني ده تخصص كره قدم، يعني ده مفاجاه كبيره بالنسبه لي ان هنا في النيل الاخبار الشغل المحترم البروفيشنال ده. ربنا يخليك يا باشمهندس. نبدا بعيد عن اتحاد الكره المصري، والخبر الابرز هو استقاله مكليش من نادي الزمالك. الحقيقه المستشار مرتضى منصور هو اخ عزيز بيلعب بكل الاوراق، لانه عنده امل. هو الاختيار الاخير كابتن محمد حلمي، وكابتن محمد حلمي انا بعتبره من افضل المدربين في مصر، مدربين يعني قليله الحظ في مصر. كان اشتغل معايا في نادي البلديه محمد، بصراحه بروفيشنال. وهو حقيقه مجموعه، وجود عبد الحليم علي معلي ان هو اصلا من الجهاز بتاعه اللي كان بيشتغل معاه دايما. فانا شايف ان كده هيشعل منافسه الدوري الممتاز من جديد، رغم ان على الورقه وعلى القلم التغيير طبعا 7 اجهزه في موسم واحد
دي مخاطره مش محسوبه، لكن هو بيلعب بالورقه الاخيره. ولكن يعني حضرتك كنت رئيس نادي بلديه المحله، هل التغيير بيفيد الفرقه؟ شوف حضرتك، الموسم اللي فات لما اتغير الاجهزه في نادي الزمالك 5 اجهزه، حصل المعجزه، انا شايف معجزه، وحصل الزمالك على الدوري. لكن التغيير وعدم الاستقرار الاجهزه الفنيه عمليه خطيره جدا. يعني صحيح. انا اللي بختار وبيأثر على اللاعبين. اذا انا اللي غيرت يبقى انا اسأت الاختيار في الاول، لان انا اللي ما حدش فرض عليا اسم من الاسماء. لكن خلينا نشوف يعني في وجهه نظر ومدارس. انا النهارده اذا اخطات في الاختيار ما استمرش في خطأي، لانه ما ادفعش ثمن اخطاء متكرره. فاعتقد يعني انا شايف ان هو وصل لبر الامان بالجهاز ده، واتمنى انه يكمل ويتوفق. كابتن حلمي على المستوى الشخصي اتمنى له التوفيق، واتمنى ان الدوري لما بيبقى فيه منافسه شديده صحيح بيرفع المستوى، بيخدم المنتخبات القوميه بعد كده لما يبقى فيه منافسه شديده. لكن لما كل ما بيتسع الفارق، كل ما بيضعف المنافسه، كل ما بتضعف قوه المنافسه ويقل المستوى بعد كده. وخاصه يا باشمهندس ان الموسم لم ينتهي من نادي الزمالك انتهى في الدوري، ولكن هناك كاس وهناك دوري ابطال افريقيا. صحيح، فلازم ينافس. طيب نبدا مع حضرتك في اتحاد الكوره. ايه اللي بيحصل في اتحاد الكوره دلوقتي؟ مشهد مرتبك جدا جدا جدا، مش لاتحاد الكوره بس الحقيقه يا محمد، لكل الاتحادات الرياضيه. تاخر اصدار قانون الرياضه بدون يعني بدون العذر معروف، لانه مجهود رهيب بيبذله المهندس خالد عبد العزيز في سبيل تمرير مشروع القانون وبعض الحاجات ضد الدستور الجديد، وبتحاول هو يجد مخرج في فتوى التشريع عشان وقت يتسارع الوقت، بحيث ان احنا نلحق قبل شهر 8. انت عارف الانتخابات كلها بعد الدوره الاولمبيه. الدوره الاولمبيه في 28 اتحاد اولمبي، والاولمبي 21 و7 28 واحد، لازم انتخاباتهم تتم عقب الدوره الاولمبيه، يعني كله في شهر 8. وكل واحد عمل لائحه ولم تعتمد وما زال القضاء الاداري هو المختص بالمنازعات. فكل واحد بيرفع، يعني لم يوفق في انتخابات او لم يصدر لائحه او اللائحه مخالفه للقانون الحالي اللي شغال، هيرفع قضيه وهيكسبها وهيتحل الاتحاد وهيخش في معمعة هتبقى مشكله التدخل الحكومي. صحيح. ولا سيما انت داخل على دوره اولمبيه، انت عندك تارجت ميداليات، عندك هدف استقرار لهذه فمش عايز اي عقبات. مش عايز عقبات. كمان منتخب فريق الاتحاد الاكبر في المنطقه كلها، الاتحاد المصري لكره القدم، قدامه بطوله افريقيه في الجابون، ان شاء الله نحسمها ان شاء الله في ماتش تنزانيا القادم يوم 4 6 ان شاء الله. وعندنا التاهل لدوري المجموعات والقرعه يوم 24 6 في اكتوبر، عشان نحقق حلم بقى 28 سنه من سنه 90 بالتاهل لمونديال روسيا في 2018. كل هذه محتاج استقرار، محتاج النهارده لما المجلس اللي يجي يحصن ما يبقاش فيه رايح لحل وصراعات اللي حضرتك شايفها نتيجه حل كله. لو انت شفت اسباب الحل كلها حاجات كلها مالهاش علاقه ولا بالفنيات. انت عندك لجنه انتخابيه، عندك لجنه طعون، عندك اشراف، ولاول مره في تاريخ الاتحاد المصري لكره القدم باشراف الاتحاد الدولي الاستاذ مجدي شمس الدين كان هو بيرأس اللجنه الانتخابيه واشرف بنفسه على انتخابات 2012. فاي طعن فيها انت بتطعن في نزاهه الاتحاد الدولي نفسه. فاذا طب حضرتك شايف ايه العراقيل قدام قانون الرياضه؟ يعني لماذا لم يخرج الى النور، خاصه ان هو بقى لهم سنين شغالين فيه؟ هو الحقيقه الماده 190 في الدستور بتقول ان القضاء الاداري يختص وحده بفض المنازعات. والماده 184 في الدستور اللي بتقول على المواثيق الدوليه والمنازعات. المنازعات دلوقتي بيرجعوها لفين؟ للقضاء الاداري. اصبح ان اي مشكله على القضاء الاداري كمنازعات. فهنا بنحاول باستصدار فتوى تشريع مجلس الدوله، بحيث ان هو يجنب المنازعات الرياضيه، ما بتخش بند المنازعات دي رياضه وتخش تبع المواثيق الدوليه وتبقى زي المحكمه الاقتصاديه، زي محكمه الاسره، زي ما حضرتك شايفها. صحيح. دي هتسمح لنا بانشاء المحاكم الرياضيه وتعديل مطب جديد جدا وتمرر قانون الرياضه اللي يحل لك مش مشاكل بس الانتخابات ودي الاقرب، لا مشاكل التي تعرقل تطوير الكره المصريه والرياضه المصريه بصفه عامه، من الاستثمار، من الروابط، من التراخيص، من انشاء الشركات الرياضيه. كل صحيح. ده احنا في عقبه، لانه اتحاد مجلس جميع المجالس بتكمل لقرار قانون هيئات قانون 77 75 ومعدلاته 51 81. كل ده
كل ما لا يهدف للربح، لا يهدف للاستثمار. فاصبح انك انت عندك مشكله كبيره من وجود تطوير للرياضه المصريه، وكمان الصدام الرهيب ما بين هذه الاتحادات واللجنه الاولمبيه والاتحادات الدوليه لهذه الالعاب. فاذا انت في مأزق خطير جدا يكاد يعرقل مسيره الرياضه المصريه بكل شتاها وخاصه كره القدم. طيب حضرتك اتكلمت عن الحلول اللي ممكن تظهر دلوقتي علشان نخرج من الازمه دي، ولكن الحلول دي هتاخد وقت. انتوا عندكم حكم محكمه يوم الاحد اللي جاي، يا اما يقبل الاستشكال او يرفض الاستشكال. هو عندنا حكم يوم 8/5 في الدائريه العليا، وفي دعوه بطلان، وتقرير المفوضين الحقيقه لم ياتي في صالح الاتحاد المصري لكره القدم. فدائما القضاء الاداري بياخد براي المفوضين مفوضي الدوله. فاذا انت كلامك صح، انت عندك الاداريه العليا ممكن تحكم او ممكن تدي اجل للحكم، او يعني انت بتتكلم في ايام او صحيح. بعض ايام 10 يعني اسبوع اسبوعين وياتي حكم ضد الاتحاد المصري لكره القدم بتأييد الدعوه دي، اخر مرحله من المراحل. بس دي هتاكد حاجه واحده بس يا محمد، ان احنا لما رحنا الى القضاء الاداريه العليا بالاستشكال والدعوه البطلان اصبحت من حقنا، بدليل ان المستشار محترم رئيس الاداريه العليا امر بتحويل الموضوع ده لايه؟ لهيئه مفوضي الدوله للاخذ الايه بتقرير مفوضي الدوله، لان كان لها شق مستعجل وشق موضوعي. اذا كان لنا عشان بس الناس لما تحل في 27/3 كانوا بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها استشكال اداريه عليا، مش كده؟ حضرتك سمعت طبعا البرنامج عندك متابع. لا، في استشكال في الاداريه العليا، في دعوه بطلان في الاداريه العليا، وممكن تقرير مفوضين، ولو هي احكام مش محتاجه تقرير مفوضين ما كانش طلب تقرير مفوضي الدوله في الحكم. اذا في اراء راي والراي الاخر، فاذا احنا بناخد اقصى درجات التقاضي، وده حق مكتسب لضمان الاستقرار وتحسين كمان الانتخابات القادمه يا محمد، لانه الانتخابات القادمه فيها شقين عشان الازمه دي ما تتكررش. نمره واحد، برافو عليك. ونمره ثانيه مهمه جدا، ان الانتخابات ما تنفعش الا بعد الدوره الاولمبيه، وعندنا مده المدير التنفيذي لا تتجاوز 3 شهور، فالدوره الاولمبيه في اخر 8، يبقى انت لازم كان المدير التنفيذي يقعد كمان في الفتره دي. فاذا احنا كاتحاد مصر لكره القدم مش هنوصل الدنيا لعنق زجاجه، لكن احنا بندق ناقوس الخطر ان هي ازمه فعلا، ان الازمه دي حتى لو حلها الوقت زي ما حضرتك قلت قريب باستقاله مجلس اداره وعمل انتخابات مبكره، سيظل الطعن قائم وسيظل العوار قائم ما لم يصدر قانون الرياضه ليحسن. والمجلس الجديد هيعاني على الخطا ده. برافو عليك، هيطلع نفس الخطا ونفس السلبيات، نفس العوار اللي موجود ما بين اللائحه والقانون، واللي هيسقط او اللي مش هيسقط او اللي غاوي شهره او اللي ده حقه من اللجوء للدوله كدستوري، حق الدستوري، هيلجا وسيتم الغاء الانتخابات مهما كانت نتيجتها. طيب انا عايز اسال حضرتك، يوم الاحد المقبل او يوم 8 مايو المقبل، لو المحكمه رفضت الدعوه ولو المحكمه قبلت الدعوه، ايه الحل؟ يعني ايه الخطوات اللي انتوا هتنفذوها على ضوء هذا الحكم؟ قبلت الدعوه في المجلس قائم لغايه مدته، يفتح باب الانتخابات في شهر 8. الموضوع ده اترفض الاستشكال وده بقت اخر درجات التقاضي، هيبقى قدامنا اسبوع لتنفيذ الحكم النهائي بعد الاستشكال، والا يعني هيبقى قدامنا مهله اسبوع. هيبقى الاطراف كلها هنقعد على الترابيزه، رئيس الاتحاد المصري لكره القدم ممثلا عن مجلس الاداره، ثم معالي الوزير خالد عبد العزيز ممثلا عن الدوله، مجلس الدوله كوزير الشباب والرياضه. ثم بس في الحاله دي لازم المهندس خالد عبد العزيز يصدر قرار بحل المجلس. طبعا لازم، بس لازم بحل توافقي. يعني بص حضرتك، احنا بمنتهى الامانه ادينا واجتهدنا عمل عام، ما ينفعش نطلع ان احنا مزورين، لازم نطلع بطريقه لائقه تحترم وكمان تحسن اللي جاي القادم. فعندنا الاتحاد الدولي طبعا الكابتن هاني عضو مكتب الاتحاد الدولي، المهندس هاني ابو ريده، معانا المهندس خالد عبد العزيز، معانا اتحاد الكره المصري لكره القدم. محدش يقدر يفرض حاجه علينا انا كاعضاء، لان الحمد لله ما عندناش حاجه تتضغط بيها. مش عندكم؟ لا يعني مش مشكله، وما عندناش في مجلس اداره حد ينضغط بيه عليه يعني. الحمد لله رئيس الاتحاد ومجلس الاداره ايدهم نظيفه واشتغلوا بشفافيه. يمكن النتائج لم تاتي، لكن اشتغلنا في ظروف صعبه جدا، ولكن نهينا بكره شاطئيه في كاس العالم، كره خماسيه في كاس العالم، كره نسائيه في افريقيا ناشئين واول، فريق اول في منتخب في الجابون ان شاء الله، وكاس عالم وصلنا المجموعه. يعني ادينا اداء كويس فنطلع بالشكل اللائق. بس اكيد يا باشمهندس انتوا قعدتوا مع بعض وحطيتوا سيناريوهات مقترحه في حال الحكم اللي احنا هنقعد لوحدك عشان كده لابد ان طب ابرز السيناريوهات هننحاز طبعا لمصلحه الدوله. يعني احنا مش جايين عشان، ولا سيما ان الوقت قليل، يعني لا سيما ان الوقت مش كتير المجلس اللي جاي. وكمان عندنا خطوط مش مرتبطه بالانتخابات ولا باللجنه. اول خط اللي هو الجمعيه العموميه غير العاديه الاولانيه ايدت وانتخبت اللجنه الانتخابيه ولجنه الطوائف الانتخابيه اللي هي بتدير الانتخابات في حاله فتح باب الترشيح.
يبقى اذا في اول تحصين لهذه الانتخابات. نمره 2 في طلب من 57 عضو هيكتمل بكره او بعده بدعوه جمعيه عموميه غير عاديه لتعديل لائحه النظام الاساسي من رغبه من الاعضاء الجمعيه. ليس مرتبط ده ولا باتحاد دولي ولا مرتبط بموافقه مجلس اداره من عدمه، لان هم اصحاب الحق الاصيل لهم الحق ان يطلبوا ربع الاعضاء كعدد جمعيه عموميه غير عاديه. يبقى اذا ده تعديل اللائحه. فاذا سواء مشى المسجد او قعد عندنا لجان شغاله، عندنا مدير تنفيذي سيقوم بالاعمال، كمان اللجنه الانتخابيه ولجنه الطعون تم انتخابها، ثم الاهم ان في جمعيه عموميه غاديه لتعديل اللائحه. اذا كل اجراءاتنا سليمه، كل خطوه سليمه، ما عندناش استعداد ان احنا نمشي، مانع ان احنا نمشي لو اترفض طيب حضرتك وصل خطاب من الفيفا بتهديد النشاط، وفي تقريبا عضو من اتحاد الكره بلغ الفيفا ان في حكم قضائي بحل لا احنا بعتنا رسمي مش عضو ولا حاجه مخوفينها، بعتنا لانه حضرتك مكتب الهدف طلب متابعه كذا مره تقريبا الموضوع ده. مصر بالنسبه لافريقيا واتحاد افريقيا الدولي عنصر اساسي جدا. حضرتك انت وجود مصر على المستوى الفني وعلى المستوى كمان التسويقي والرياضي عنصر اساسي. في عدم استقرار بتاع، فهو متابع، العالم كله بيتابع هذه الاخبار. وتقريبا بيتبعت من عضو الاتحاد الدولي وتقريبا بالمكتب والاتحاد المصري لكره القدم هو يعتبر فرع الفيفا في القاهره، فلازم فطلبنا بتقرير، فبعتنا تقرير من اول. هم متابعين الحاله لو تفتكروا جم، فهم متابعين الحاله فدي تقرير، فهم عارفين كل حاله. بعت لهم بتاع مترجمه واللائحه مترجمه والحكم راح لهم مترجم، راح لهم بالعربي عنده في قسم هناك. فديت مش حاجه مخبيينها ولا استقواء بالخارج، لكن ده مواثيق. بص يا احمد، للاسف الشديد احنا بننسى. احنا الاتحاد المصري لكره القدم وقع على اتفاقيات، الاتحاد مش بس ووزاره الرياضه والمجلس الاعلى للرياضه وقع اتفاقيات دوليه ومواثيق دوليه خاصه باللجنه الاولمبيه والاتحاد الدوليه ملزمه للدوله، لم تنفذها الدوله. صحيح. فلم تطور من قوانينها. خلي بالك حضرتك دي مش في الكوره بس. انا بكلمك بقى وانت، انا بكلمك كنت في نيل الاخبار بقى. انا نائب رئيس غرفه صناعه النزاهات الصناعات، وقعنا اتفاقيه جات واتفاقيه دبليو تي او، كل ديت قصادها تنازلات وقصادها دعم في الصناعه، ولا دعمنا الصناعه وبنيجي نعيط نقول الجمارك والحمايه. انت مصر وقعت على اي اتفاقيه دوليه. اول دوله رياديه بتوقع يا مصر، واول دوله بتنسى انها وقعته. وقعنا الموضوع 97 من 97. احنا عارفين ان سينحاز الاتحادات المصريه الاولمبيه، اللجان الاولمبيه والمواثيق الاولمبيه، واخرها كان لو تفتكر اللجان الثلاثيه اللي جت مصر عقب الثوره واكدت خارطه الطريق بمواثيق، وقفت حقق قدام القانون اللي هو ملزم بيه. انت بتتكلم النهارده على المهله كانت قد ايه يا محمد لو تفتكر؟ 6 شهور. 6 شهور من سنه كام؟ 2012. النهارده بتتكلم في 2016 و6 شهور ما خلصوش. انت بتلوم بقى الاتحاد المصري النهارده وداخل بقى، لان كان فالاربع سنين عدوا بسرعه ما بين الدوره الاولمبيه بتاعت لندن وما بين الدوره الاولمبيه في 2016 في سان باولو. خدت وقت كبير فعلا ولسه يا ريت ولسه ما اتحلتش. صحيح. فانت النهارده في عنق زجاجه رهيب لن يخرج من هذا المأزق الرهيب الا باصدار قانون الرياضه قبل الدوره الاولمبيه. طيب اخيرا في النقطه دي، اتفضل. سيناريو الاستقاله هل كل اعضاء الاتحاد المصري موافقين عليه؟ لا مش كله، بس مش اعتقد غالبيته. طب هل ممكن من الاتحاد الاعضاء يرفضوا الاستقاله؟ مش هيبقى له دور مؤثر، لانه حضرتك الاغلبيه متفقه. لان الاغلبيه موجوده. صحيح لازم يستقيل جامعه مجلس الاداره عشان يقيم المدير التنفيذي، لكن في بند مهم جدا، لن تقيم الجلسات الا ب 50% زائد واحد من الاعضاء. فطالما الاعضاء اقل من 50% فلا يستطيع ان يدعي ربع الاعضاء. بس الدعوه بتتم لمجلس الاداره بربع الاعضاء او بالرئيس. الرئيس قدم استقالته، يبقى لازم ربع الاعضاء يكونوا موجودين. ربع ال 11 كام؟ 5. صحيح. فالخمسه دول مش موجودين، يبقى وجودهم زي عدمهم سواء استقاله او طيب مستقالة. عايز اسال حضرتك، الدوره دي لو قبل الاستشكال هل تحسب؟ في اشكاليه. بص اتحاد دولي واللائحه بتاعتنا تحسب دوره. اتحاد لائحه لو لجأت اللجنه الانتخابيه والطعون تحسب دوره. لو لجأت للقضاء الاداري قانون بيقول ايه؟ لا تحسب. والدوره والحكم عنوان الحقيقه بيقول ايه؟ كأن لم تكن وترتب عليها من اثار، والدوره دي كأن لم تكن. حل اتحاد الكره وما اشكاليه كبيره طبعا. بقت اشكاليه كبيره. فاللي هيروح للجنه الانتخابيه يبقى مالوش انتخابات، واللي هيروح للقضاء يبقى ايه؟ هيبقى له انتخاب. طيب عايز اسال حضرتك عن خطاب نادي الزمالك واللي ذكر فيه كلمه حرب اهليه. دي عدت على اتحاد الكوره وتم ترجمتها بالحرف ده وذهبت الى الفيفا. الحقيقه هو الموضوع ده خد يعني ضجه اكتر من اللازم، وتربص احنا عايزين نستوضح وتربص برئيس النادي وتربص بتاع ده، وموضوع بسيط جدا. كل الراجل المحامي انه قال يا جماعه انتوا حكمتوا النادي الاتحاد اشتكى قبل كده في مكيده وقال ان هو
ما خدش فلوس عشان كان في حرب وكلام من ده. صحيح. هو بحسن نيه طبعا خطا، بس فاستخدم الجمله دي عشان يحاول يجيب صحيح. حقوق الزمالك. لكن هو اصلا اللجوء للرياضه المحكمه ده برضو خطا في اللائحه. طالما اللجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه هيضر نادي الزمالك. مش شايف انا وجهه نظري لو كان تاخد رايي، وانا اتخذ رايي قبل كده، ان طبعا علاقه كويسه بين نادي الزمالك، ودايما قلت لهم الاتحاد الدولي المواثيق الدوليه العقد هو عقد، اي اختراق للعقد ما هتقول له بقى ده كان في كذا، لازم ظروف قهريه كوارث. انت بتتكلم على كوارث، مصر ما مرتش بكوارث، دليل الدوري سنتها كام الزمالك. بس ده مش يسيء حتى لو وقع خطا يسيء لسمعه مصر بره. انت عارف حضرتك الحيثيات ترى ديت زي ما حضرتك بتيجي في مجلس النواب بتقول حاجات، او في جوه قضيه من القضايا بتقول كلام معين ما بيتحسب. الكلام ده لو انت اعلنته في مؤتمر صحفي او خارج القوانين، طبعا يعني فاتت على المحامي، وما انه شاطر جدا، محامي من اشطر من امهر الشطار ناصر عزام، لكن هي فاتت على الحقيقه. لكن مش مقصود بيها بقى ان احنا نصفي بيها حسابات مع مجلس اداره الزمالك او نتهمهم باي حاجه خارجه عن الوطنيه، لان ده مش صح ومش مقصود، خطا غير مقصود. عايز اسال حضرتك عن المنتخب. يعني حضرتك شايف المنتخب ازاي وتاهله افريقيه بالجمهور؟ احنا وصلنا الحمد لله دلوقتي الرانكينج الاول. الرانكينج الاول ده حضرتك بيتحسب بعدد الماتشات، لنا 12 ماتش في السنه بيتقسموا على كل ماتش 580 صوت، 500 بيبدا من 600 لغايه 300 الرانكينج. بيتوقف على تصفيات كاس العالم على حاجه، تصفيات افريقيا، الماتشات الدوليه الرسميه، الماتشات اللي في بدايه الماتشات الدوليه العاديه. بيجمع لك هذه الماتشات ويقسمهم على عدد الماتشات اللي يطلع الترتيب بتاعك على مستوى العالم كله. فاحنا ترتيبنا في العالم دلوقتي الخامس افريقيا. هذا الترتيب يقل عن تونس بحوالي 28. تونس عندها ماتش مهم مع جيبوتي على ملعبها سهل جدا. احنا عندنا ماتش صعب على تنزانيا مع تنزانيا. الفيفا دي بتبدا من يوم 28/5 ل 4/6. هدفنا نلعب ماتشين او 7/6. هدفنا نلعب ماتش قبل ماتش تنزانيا، وان شاء الله نكسب تنزانيا عشان نحافظ على تصنيفنا. ده معناه انه بيبعدك في تصفيات كاس العالم في القرعه يوم 24/6 يا محمد عن الاربع فرق اللي خرجوك خلال ال 16 سنه اللي فاتت. انت خرجت غانا في 2014، خرجت الجزائر 2010 لو تفتكر، خرجت صحيح السنغال. فكل فرق دي معانا، كل انت فوق دي فوقك، هتبقى رؤوس مجموعات. انت فوقك 4 فرق، السنغال، الجزائر، غانا، كوت ديفوار، اللي هم خرجوك في الاربع سنين 16 سنه اللي فاتت، وانت الخامس بتاعهم. اعتقد دي فرصه كويسه لما تتعمل قرعه ان شاء الله كاس العالم يوم 24/6 في اكتوبر في الهدف في مقر الاتحاد الافريقي. ان شاء الله ربنا يوفقنا ونفرح الناس بعد 30 سنه غياب بالتاهل لكاس العالم ان شاء الله. كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وجه له انتقادات كتير قوي، هل حضرتك راضي عن اداء كوبر؟ كوبر افضل، هو مدرب الاهلي مارتن. اعتقد ان دول نوعيه من اللعيبه المدربين المحترفين ما جوش قبل كده مصر، ما جوش قبل كده خالص. احترام طبعا لجوزيه والناس دي، الناس دي كلها احسنها مخدوم داخل القاهره. دول اسماء كبيره جدا دربت منتخبات وانديه من التصنيف الاول في العالم، وصلوا لنهائي اوروبا ووصلوا لتصفيات جامده جدا. فالاثنين دول مكسب كبير جدا للكره المصريه، سواء مدير فني النادي الاهلي مارتينيول او مستر كوبر اللي انا بعتبره من اكفأ المدربين. ما ذكرتش ماكليش اللي مشي. لا، ماكليش اختيار غير موفق. باكيتا احسن منه، حسام حسن احسن منه، احمد حسام ميدو احسن منه. هو الحقيقه ما كان في استعجال في اختيار مدير فني. وخلي بالك حضرتك، انت لما بتجيب مدير فني في التوقيت ده اللي هو بتاع شهر 2 اختيار صعب جدا. صحيح. اللي قاعد خدت بالك انت بتبدا في شهر 5، انا كان باب اولى اكمل واجيب من اول شهر 5 مدير فني زي ما هم عملوا دلوقتي. المشكله في التوقيت. التوقيت مهم جدا. عايز اسال حضرتك عن دور المهندس هاني ابو ريده. يعني ناس كتير بيقولوا ان المهندس هاني ابو ريده هو الرئيس الفعلي لاتحاد الكره المصري، هو اللي بيدير كافه الامور داخل اروقه الاتحاد، وفي ناس ثانيه بيقول هو المشرف على الكره فقط. هو مشرف على الكره خلال السنه دي بس، هو الاب الروحي لنا، لكن لا يتدخل نهائيا في اي حاجه في الكره. والحقيقه والاخطاء احنا بنتحملها، والنجاح برضو بتاعنا احنا مش بتاع حد تاني. مجلس الاداره بيتحمل مسؤوليه منا برئاسه المهندس الاستاذ جمال علام، بيتحمل مسؤوليه كل الاخفاقات، وبيتحمل برضو نتيجه كل النجاحات اذا كان في نجاحات. بالنسبه للانتخابات المقبله، هل حضرتك هتدخلها لو لم يتم احتساب بند انا اعلنت من اول يعني انك مش هتدخل؟ انا مش داخل. والناس يعني برضو لسه ما زال لسه ناس برضو لها مبادئ ولها احترام وبتحب الكره للكوره، ولكن ممكن يمارس ضغط عليك او يقنعوك. والله انا هدفي كله ان انا نختم السنه دي بالنجاحات دي وتغيير اللائحه. موضوع الانتخابات يعني عمري في حياتي ما سعيت للدنيا في حاجه خالص. يعني الدنيا بتيجي وقتها، لان انا اولا ده مش عملي الخاص، انا ليا عمل خاص بيا. انا بعمل مجال الغزل والنسيج واستثمار عقاري، والناس كلها عارفه
صحيح. شغلي ووضعي وعملي سواء الخدمي في مجال الخدمات او السياحه والرياضه اللي انا بحبها وبعشقها واديت من عمري نصه كله فيها، لكن انا بخدم بغض النظر عن قررت مش هتدخل الانتخابات. قررت الانتخابات. اخيرا باشمهندس، نادي بلديه المحله أيوه. فين دلوقتي؟ وانت كنت رئيس نادي بلديه نادي المحلة. البلديه الحقيقه معاه مجلس اداره محترم جدا، بقاله 3 سنين بيحاول بيبقى ادنى يعني اقرب واحد للصعود من الاصعد. معاه مدير فني دلوقتي جدد له كابتن رمضان السيد، اعتقد ان هم اخر حاجه السنه الجايه ان شاء الله البلديه تكون في الممتاز العام القادم ان شاء الله. باشمهندس، اللقاء ده لن يحسب. ماشي، انا جاهز. انا اللي في لقاء تاني لان حضرتك اتاخرت. انا معاك مره كل شهر، ولكن اكل الفسيخ والرنده هو اللي اخر حضرتك علينا. انا اللي سعيد اكون معاك، والحمد لله برضو انت قدرت في نص ساعه نقول اللي كنا نقوله في ساعه بشطارتك. احنا دايما سعداء بوجود حضرتك يا باشمهندس. انت اكتشاف، وانت انسان محترم واداره محترمه، وبشكر كل قصد وكل الناس المشرفه. كل سنه وانتم طيبين، وسعيد بالبرنامج بتاعكم. باشمهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم باكد على حضرتك لقاء لن يحسب، وفي لقاء تاني باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده في 7 رياضه، كان فيها لقاء حصري مع نور الشربيني بطله العالم في الاسكواش، ولقاء اخر هام جدا مع المهندس محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. الكثير من المعلومات في الوقت الضيق، ولكن هيكون معنا ان شاء الله في حلقه مقبله باذن الله. حلقتنا انتهت من 7 رياضه. الاسبوع المقبل باذن الله حلقه جديده. دمتم في امان الله. هذه تحياتي انا محمد عبد الرحمن.